السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم شباب؟ طبعا انا الان راح اوقف لكم مقطع الفيديو واشرح لكم على السريع. هنا أنا ابو صقر الملقب بفهد، الموجود بالصقر بحسابه باسم الحقيقي ان شاء الله بالحلقات القادمة. هنا كانت اكو مراسلات يقول يا ابن الحلال كذا كذا محصول. المهم بعدين ايش قال صاحبي؟ انت غلطان، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في فهد اللي نصب عليك. انت هو فهد؟ قلت له انا انت هو فهد؟ قال ضحك هو، قال يعوض الله اذا انت صادق. مين فهد؟ هنا نكر، انتبهوا. نكمل المحادثة اللي وراها. قلت له انا عن قريب راح اصير ورا القضبان ورا الحديد ان شاء الله. قلت له بعد لا تكتب معاي، بيناتنا كذا كذا القانون. هنا يا شباب هو نكر معرفته بالشايب يعني بكل الامور نكر بيها. هنا يا شباب هنا اللقطة المهمة. هنا ايش قال؟ قلت له انا عندي دليل مصور، ده تقرون يمكن. قلت له عندي دليل مصور كذا، انت بحياتك ما قال انا في حياتي ما شحنت كوينزات ولا عمري دعمت احد. اول شيء انا امن بيت رجل ولا كلام رجل احد من السيف. قلت له انا كلام احد من السيف. ايش قال؟ قال انت كنت تدعم عند واحد اسمه فهد، بيناتكم الاثنين تعمل. اشتريت حساب فهد ب100 نقطة، يعني هو مشتري على اساس حساب فهد ب100 نقطة. نكمل المحادثة، نكمل بعدين. الو. اتصل هو. الو. صوته مو واضح. شنو تخسر يعني؟ شنو القصور طلع من عندي؟ هذا نفس طبعا نفس الصوت. صوتك مو واضح اقسم بالله. الصوت هو نفسه صوت فهد النعيمي، وان شاء الله راح نكشف عن الهوية الثانية او اللي كان معاه المشترك بالنصب. الله ورب الكعبة صوتك مو واضح. شو؟ هنا الصوت مو واضح. هنا يا شباب قلت له يقول ابنك وما كذا، يعني فرد كتابة مال واحد فارغ. هنا هو اعترف. ايش قال؟ قال ثاني شيء عيب عليك تقول انا سارق حسابك وانت ارسلت الايميل والباسورد موجود المحادثة. ثالث شيء انت رجل كبير عيب تكذب. يعني دخل اول مرة يا شباب نكر بان هو فهد، وقال هذا الحساب اشتريته 100 نقطة، وقال انا ما اعرف على شنو تحكي، وانا هذا الحساب قبل كذا اشتريته. هنا يحكي عن انا ما عندي طبعا ابن كبير، انا عمر ابني 5 سنوات. عمر ابني 5 سنوات يعني من هناك. المهم على كل هاي المحادثة هو اعترف بالباسورد وسرقته للايميل. لعد كيف انت تقول انا ما عرفك بالبداية والله يعوضك والله يهديك والله كذا كذا كذا، وهسه انت اعترفت بكتابتك بان انت الباسورد عندك كان هو والايميل. يعني انت هسه اعترفت بهذه الكتابة. وهاي المحادثة ترى حديثة شباب، غير المقاطع الفيديو الموجودة عندي وغير المحادثات وغير الاستفزاز اللي اجاني من ربعهم وكله مصور. ساوموني مساوم، هو يدزهم ساوموني تعطينا كذا ونقول لك كذا تعطينا. هاي كلها موجودة، راح تكشف الأوراق كلها، راح تكشف محادثات الطرف الثالث وهو الطرف المهم ما ظهرت لها هسه. أنا شباب أترك الحكم إلكم وأترك المسألة إلكم. تحياتنا إلكم، وهذا هو مقطع الفيديو اللي تكلمت عليه الحلقة الثانية. والحلقة الثالثة إن شاء الله راح تكون نار. اليوم كلش كافي باعترافه بكتاباته. بالأول نكر بأنه هو فهد،
وبعدين وقال انا هذا الخط مشتري قبل شهرين، وبعدين قال انا تاجر كوينزات وانا كذا وانا كذا. بعدين اعترف بان هو فهد. من قال رقم الحساب هذه يا شباب تشوفون كتاباته واعترف، العفو، اعترف، وهاي كلش كافي عندي. تحياتنا للجميع.